السلام عليكم، حياكم الله جميعا. في 18 دقيقة فقط استطاع هذا المحتال الاستيلاء على أموال كانت تعتبر هي تحويشة العمر بالنسبة لهذا المواطن الذي قد تجاوز 60 من عمره. قصة محزنة أذكرها لكم باختصار لغرض التحذير من قضايا النصب والاحتيال. كما يظهر لكم بالأسفل الآن، هذه حوالات للأسف صادرة من حساب هذا الشخص. كيف تم الأمر؟ يظهر لنا من خلال البحث أن هناك اختراق تم على بطاقة هذا الرجل. إما أن هذا الرجل مسن قد تجاوب مع اتصالات اللي تدعي أن البطاقة منتهية وبنحدثها لك فقام بإعطائهم بيانات البطاقة، وإما أن هناك شخص انتحل صفة جهة حكومية أو شركة فأخذ رمز التحقق وفتح التطبيق وقام بتحويل هذه الحوالات، وقام الرجل بإعطائه رموز التحقق حتى تمت هذه العملية. العملية تمت في غضون 18 دقيقة، تم تصفية الحساب بالكامل عن طريق حوالات، وللأسف أن الحوالات هذه تم تفريقها على حسابات متعددة، يعني يمكن على 10 حسابات أو 15 عشان المخترق هذا. طبعا الحسابات هذه ال10 و15 أيضا مهكرة، لكن المخترق يستعملها لتمرير الأموال إلى أن يصل بها إلى خارج المملكة. فتخيل أنك مكان الرجل هذا، تجاوزت 60 من عمرك، متقاعد، راتبك التقاعد بسيط، لكن عندك مبلغ ناوي أنك تعيش عليه بقية حياتك وتورثه لأحفادك من بعدك بعد عمر طويل. ثم في 18 دقيقة فقط يأتي هذا الشخص المجهول ليسحب كل أموالك وما يبقي لك إلا 500 ريال فقط. فكان شيء مؤلم بالنسبة للرجل. المهم الرجل قام بإبلاغ مركز الشرطة، تواصلوا مع البنك المركزي، جابوا حسابات وبيانات الأشخاص هؤلاء ورفع عليهم دعاوى. الحاصل في مثل هذه الدعاوى غالب الأحكام اللي تصدر بالطريقة التالية: هذا المسن ذهبت أمواله إلى 10 أو 15 حساب. ممتاز. الحسابات المتفرقة هذه غالبا القضاة يقول لأصحابها أنتم مسؤولون عن الأموال التي دخلت إلى حساباتكم البنكية، ثم بعد ذلك أنتم إذا حكمنا عليكم تتقدمون بدعوى ضد الأشخاص اللي ذهبت لهم الأموال من حسابكم، وهكذا. المهم أن صاحبنا هذا قد تقدم عليهم وللأسف ما حد سدد منهم، ونصفهم كانوا طلاب جامعة وهم أصلا غير مقتنعين بالسداد. يعني يقول ليش سددت وأنا ما لي علاقة. هم تبين حساباتهم أيضا مهكرة، يعني الهكر هذا والمخترق هذا له حسابات كثيرة يقوم بتمرير الأموال. يعني لما يخترق حساب فيه مال يقوم بتمريره عبر الحسابات التي اخترقها سابقا حتى تخرج خارج المملكة، ثم بعد ذلك تحصل لخبطة كبيرة. يعني هذا يتقدم على هذا وهذا يتقدم على هذا، فتحصل دعاوى لا حصر لها. لذلك من الواجب تنبيه خاصة كبار السن بضرورة حفظ معلوماتهم، خاصة معلوماتهم المتعلقة بالبطاقة البنكية. كذلك يجب توعية الناس أنه لا البنك يطلب منك لا رمز التحقق ولا الرقم السري ولا بيانات بطاقتك، لأنه البنك عنده كل معلوماتك. ليش يبي منك البيانات هذه؟ وش مصلحته من ذلك؟ هذه يطلبها شخص واحد فقط اللي يبي يدخل حسابك ليستولي على أموالك. كذلك وزارة التجارة، كذلك الجهات الحكومية، هذه بيانات خاصة بك. أي شخص يطلبها اعرف بأنه يريد الاستيلاء على أموالك. سبق وزارة التجارة قامت بإصدار بيان بذلك، ووزارة الداخلية أيضا، وحملات توعوية وأموال أنفقت وجهود وأوقات بذلت لتوعية الناس، لكن للأسف ما زال هناك من يتجاوب مع هؤلاء المحتالين. لذلك يجب توعية الناس خاصة كبار السن من خطر هؤلاء، وأنه بإمكانه في دقائق معدودة أن يستولي على جميع أموالك. الله يحفظنا وإياك من شر هؤلاء.